جول 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 هدف. اجي انت مالك هبلت؟ لا ما هبلتش. ديز من هنا وانا نسمع شي غوات بحال هكا، قهوه حدايا هنايا حدا الدار. ديز وانا نسمع الغوت، واه اوه حاجه واقع. انا تخلعت، انا صحابني الناس سعرات، الناس طارت ضد غلاء الاسعار، صحابني شي مظاهره الناس محيحه، البوطه تزدت ب10 دراهم وهي تزلزل الدنيا. فاذا بي لقيت البنج خدام، كره خدامه دايره المفعول ديالها في الشعب، بنادم جالس كيغوت من القلب. باي الا توفى ما يغوتش عليه بحال هاد الغوات هذا. للاسف والديه ما يبكيش عليهم هاد البكاء هذا، وغالبا والديه جالسين في الدار، كاين اللي خاصه المصروف، كاين اللي خاصه سخره، كاين اللي مسكين ما عنده ما ياكل، هو جالس كيغوت في فين غادي. والله لا غريب امرنا. بنادم تم تبنيجوه، تخديره، لانيستيزي مديوره له. داك الغوات كان خاصو يكون على 10 دراهم اللي تزادت في البوطه الكبيره تزادت فيها 10 دراهم. عرفتي شحال هي 10 دراهم؟ راه 20%. كنتي كتاخذها ب 40 درهم وليتي كتاخذها ب 50 درهم، يعني تزادت 20%. عرفتي شنو هي 20%؟ راه ماشي زياده صاروخيه. عرفتي شنو هي تزاد 20% في اوروبا ولا في شي دوله فيها منسوب الوعي طالع؟ تقام الدنيا ولا تقعد. عرفتي شنو هي 20%؟ او ايماجين توا، اتخيل 20% وجوج دراهم ونص تزادت في الصغيره. 20%، 20%. خطير هذا الامر. الشعب لا يحرك ساكنا. بنادم جالس كيغوت مع كوره، مازال هاد مغيب، ويجي واحد يقول لك اش من علاقه كوره نتايا؟ اش من علاقه كوره؟ اش من علاقه كوره؟ ما كتصرفش 100%. يا اما ما كتصرفش، يا اما بدون مسؤوليه، يا اما مبنجاك كوره باش تقول اش من علاقه، شنو هي علاقه كوره. للاسف تزادت البوطه، وهذه راه يلاه راه هادشي حذرنا منه. هذه يلاه بدايه مشوار الزياده، لان الهدف كيف ما هو في الالتزامات المقدمه للبنك الدولي هو الرفع الشامل والكلي للدعم على البوطه. غتولي كتخلصها بكثر من 120 درهم. قلبوك جمدوك ب 500 درهم، طوالك شهرين وقلعوها لك من بعد. قلنا لكم القلب راه جاي. عز عليكم الفيديوهات ديال التفاهه وديال الخوى انا غنقولها لك باللغه الخاويه وديال الخوى الخاوي اللي كتفهمها. هاد 10 دراهم هادي اللي تزادت مجرد فازلين، والفازلين كيعرفوه الزوافريه لاش لايق. مجرد فازلين، والقادم أسوأ. يتم اليوم جس النبض ديال الشارع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. غيشوفوك كيفاش تتفاعل مع هذا الفيديو، غتدخل وغتسبني انا وغتعايرني انا وتقول لي انت اش درتي لنا، كيف ما كيدخل بعض الذباب ديالهم وبعض المغيبين وبعض من تم تخديرهم وتبنيجوهم بالكره وبلا لهم العروسه وبموازين وهناك فئات يتم تبنيجوها بالطرق الصوفيه الكركاريه او لا يعني ما يصطلح عليه الصوفيه ظلما وعدوانا، والصوفيه منهم براء. صوفيه الامام الجنيدي براء منهم، كله باش يتم تخديره. الكركريه البوتشيشيه اضرب لي البيكورات، سيدي عليه، سيدي الهامل، سيدي الكامل، سيدي كله وسيدو. ويتم تمويل الاضرحه، كتعطاهم الفلوس. كون كانت شي جمعيه صحيه ما يدعمها حتى واحد. للاسف مواضيع كثيره ان خصنا ننتبهوا لها وتابعين الخاوي. وغيدخل واحد من هادوك المغيبين اضافه للذباب. الذباب ما كنهضروش عليه، الذباب يتم تفعيله فين ما كيحضر شي موضوع ديال المعقول والمصلحه ديال الشعب. غيدخل داك المغيب وغيسبني انا ويعايرني انا سبني ولا عايرني ولا قول لي اش درتي لنا انت. انا حاجه وحده كنحاول نديرها، كنحاول نقول كلمه الحق
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نحن لسنا أهل تغيير باليد، بلسانه، وهذا ما نقوله، هذا ما نفعله. أضعف الإيمان أنت حتى إلا ما قدرتيش تتفاعل معنا بتعليق يشجب ذلك وكيبين. راه نقول لكم واحد الحاجة، راه يتم مراجعة المؤثرين وشنو المواضيع ديالهم، وكيراجعوا السياق العام، يعني الجو العام في وسائل التواصل الاجتماعي، واش كاين شي سخط ولا لا. راه من كيلقاوك انت كتسب فيا راه كيقولوا راه مازال البيكوره خدامه، غي زيد فيقوا عقال بريق، قول كلمة الحق. حنا نحاول في المعركة ديالنا، نعلم أنها معركة وعي، وهذا الشيء كنحاولوا نقدموا قدر المستطاع، ونعلم أن هذا الشيء راه كيجي على مجموعة من المكتسبات ديالنا الشخصية، على حوايجنا الشخصية والعائلية، وعارفين راسنا كنضروا فيها، ومع ذلك نقول كلمة الحق. فعلى الأقل كيف ما قال السينوار، قال لهم إلا ما غدعموناش فخلوا بيننا وبينهم. على الاقل الا ما غاديش تدعم راسك، راه ملي كتدعمني انا باش نجيك من الاخر، انا واكل وشارب وعايش بخير وصاليري مخير، ومع ذلك كيضرني الحال على اهلي وعلى بلادي، على خوتي المغاربه وعلى خوتي المواطنين. راه ما غتقول لي، ما بغيتش نقول لك انا راه ساكن في دار متع، دار طول وعرض في 3 ديال لي زيطاج، راه كيضرني الخاطر. كل ما هضرت انا نتآدى، خدام صالير مزيان بسيارتي، بوليداتي كيقراو في البريفي، راه كيضرني الخاطري عليك، لان ولدي اللي اليوم كنقريه ممكن غدا ما يلقاش فرصه عمل. هذاك ولدي ممكن غدا ما يفلحش في الدراسه، وغدا يكون يكون بدون تغطيه صحيه. هذاك ولدي غدا يقدر ما يكونش عنده مدخول قار، انا اليوم باه راه كنراعيه، ولكن غدا ما نكونش انايا، وممكن يكون مضرور حتى هو. انا كنحاول نبني، ما يجلسش يقول اش داروا لنا والدينا كانوا جبناء. على الاقل ولدي غيجلس ويقول با كان عنده لو كوراج انه يغامر ويضحي بزاف ديال الحويجات في سبيل انه يقول كلام الحق، باش يوجد لي مستقبل اللي يليق بيا كمواطن مغربي بسيط. راه هكا خصكم تفكروا المغاربه، ما تفكرش غير في راسك. والخطير في الامر المشكل الكبير هو ان الطبقه اللي واعيه شي شويه اليوم كتدوي وكتناضل. المشكله ان الطبقه الفقيره والطبقه المسحوقه ما تقول ليش ملهي مع طرف الخبز. لو كانت تناضل على حقك غادي يبقى يجيك طرف الخبز ساهل. لقاش بحالي وبحال الاخر من الطبقه المتوسطه كنأديو ضرائب بشكل شهري باش تستافد منها انت. انا راه ما كنقري في الدوله، ما كنمشي سبيطارات الدوله، ما عندي علاقه الوحيده اللي عندي مع الدوله هي انني اؤدي الضرائب. هذيك الضرائب اللي كنأديها خصني انت تستافد منها. للاسف الشديد يتم الان بسبب ارتفاع الغلاء ديال الاسعار يتم ضرب الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه راه هي اللي كيعيش معها الدرويش، هي اللي كتبني، وهي اللي كتصلاح، وهي اللي كتحرك، كدير كريديات باش تبني، كتضارب مع الوقت باش كيخدم معها الدرويش، ياكل مع طرف الخبز. ما كتخدمش ما كتاكلش طرف الخبز مع اللي لاباس عليه. وللاسف درويش وحتى اغلب الطبقه المتوسطه اليوم تم تهجينها. كل شيء جالس وي كره ها عرفتي، واحد الصراخ غريب في القهاوي دابا عيب. تم انسان يحترم نفسه جلس تفرج بعقلك. للاسف الشديد بكره والمخدر خدام 10 دراهم 20% في البوطه بدعوى انهم كيحاربوا حق استهلاكها. ودابا تفرج لي على الخضره راه كلهم الفلاحه كلهم كيستعملوا البوطه في الري وفي السقي. وتفرج لي على الخضره فين غادي توصل. انت الاول غادي تاكل بها العصا، اما الفلاح راه غادي يزيدها في الكلفه ديال الانتاج. هذاك اللي كيبيع الماكله كون بغيتي دير معاه يعني النقاط على الحروف ولا حتى هما راه ضعفاء اغلبهم دي بيتي ريستورون. هادوك كاين الحلول، دير اخويا لوطيلات والاخرين دير لهم بوطات بروفيسيونيل ديال البروبان الكبارين الطوالين، وخرج فعل المراقبه، فعل فروق المراقبه. واللي لقيتيه كيستهلك الغاز الطبيعي المنزلي البوطه العاديه نزل عليها اخويا الله يسخر. للاسف الشديد يتم سحق الطبقه المسحوقه بموافقه ومباركه منها.
اليوم غادي يشوفوكم واش هضرتوا ما هضرتوش.